بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء الصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها وبرها خصوصا إلى أرواح صاحب المولد الإمام الحبيب علي بن محمد بن حسين الهبشي وأصول من ثم إلى رسول بهذا المقام الجاد عبد الله وزوجته الوالد أحمد خل عبد الله وإخوانه ثم إلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. يا ربي صل على محمد شرف بدر في الكون أشرف. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد كرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد حل الورى منطقا وصدا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد واصله وسهل ما قد تعود. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. على محمد وآله ومن للحبيب يعشى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. على محمد بحبل النبي توثى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. صلى الله عليه وسلم. وينصرك الله
الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك السلام عليك
وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه، الواضح برهانه، المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه، صلى الله عليه تعالى مجده وعظم شانه. خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه، وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره الكسى، صلى الله عليه. أرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة، تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب، فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب، صلى الله عليه. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان، وما عظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان. صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود، فتعطرت بوجودها كناف الوجود، وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع، تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع، صلى الله عليه. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد، ولا يمل تكراره بكثرة ترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان، صلى الله عليه. ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان، فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب، صلى الله عليه. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عمن لنا ما نوالا، جل من شرف الوجود بنور ومر الكون بهجة وجمالا، صلى الله عليه. قد ترقى في الحسن على مقام، وتناهى في مجده وتعالى. لحظت العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيغ ضلالا، صلى الله عليه. وهو من فوق علم ما قد رأت رفعة في شؤونه وكمالا، صلى الله عليه. سبحان الذي برز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان، ويحار في تعقل معانيه الجنان، صلى الله عليه. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور، فتبارك الله من إله كريم. بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم. فمن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم
فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. صلى الله عليه الصدور من الإيمان قواعد وتنال اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد. صلى الله عليه وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله وعن الله ما أمره بتبليغ لخلقه من فرضه ونفله أبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا. صلى الله عليه فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة المستبصرين سراجا وقمرا منيرا. صلى الله عليه فما أعظمها من منة تقرب الله بها على البشر وما أوساها من نعمة إن تصر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية. صلى الله عليه وبرز فيها في خلة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال. صلى الله عليه يسمعه المصلي عليه به فينبس في قلب نور سر تعلقه به وهبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه. صلى الله عليه فيهدي إلى الأشرف الأصل بوده وهبه ما أطر الأكوان بنشر ذكراه نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله بالعلم القديم صلى الله عليه بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتكريم والتكريم. صلى الله عليه بدت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغابرة. صلى الله عليه فانطلقت بيضة التشوير في العالم الممتلك الكبير عن جمال مشهود بالعين هاو لوصف الكمال الممتلك والحسن التام والزين. صلى الله عليه فتنقل ذلك الجمال الميمون بالأصنام الكريمة والبطون. صلى الله فما من عليه سلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة. صلى الله عليه هو القمر التام الذي يتنقل ببروجه ليتشرف بموطن استقراره وموضع خروجه. صلى الله وقد عليه قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت. صلى الله وكان عليه مستقره بالأنصل
الصلاة بالبقرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه. ونورا حير الأبكار ظهور وبار فتعلقت همة راقم لهذه الحروف بأن يركب بهذا القنطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه. كانت الألسن لن تفي بعشر معشار أوصاف ذلك المنصور صلى الله عليه تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه. وإلا فأن لا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام صلى الله عليه. ولكن أجل إلى تنوير ما فت من رشب المخلوقين وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه. وبقيت رايته في الكون منشورة على مدى الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعج التشوق إلى سمن يوصى بها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع آمين. ويدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع آمين. بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فحمدا لرب خصنا بمحمد وأخرجنا من ظلمة ودياجر إلى نور إسلام وعلم وحكمة ويمن وإيمان وخير الأوامر وطهرنا من رجس كفر وحبته وشرك وظلم واقتحام الكبائر. أتى بكتاب الله يتلوه داعيا إلى الله بالحسنى وخير البشائر. الله 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 لا إله إلا الله. الله 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 محمد
وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يخط ما حركت به الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل والشمائل التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماع والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد عددت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. واستودعت هذا النور المبين الصلاب وبذور ما شربت من العالمين صلى الله عليه. النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم عليه السلام حتى أوصل ضياء العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم. وأمي التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه سلب عبد الله فألقاه إلى بطنها صلى الله عليه. فضمت وشاءها بمعونة الله محافظة على حق هذه الذرة وصونها فحملت برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا صلى الله عليه. ولا من ولا عددا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على هذا العالم بيوض فضل وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه ووضع لقلبي هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه. بقرب زور إشراك هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروز متشوقة إلى التقاط جواهر كنوز صلى الله عليه. كل دابة
قريش نطقت بفصيح العبارة صلى الله عليه البشارة وما من حامل حملا في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادتها هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بإثر الفرح بملاقاة أشرف البريات صلى الله عليه. الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنكله في البطون والظهور صلى الله عليه. في الوجود بهجة تكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه قربا ونوضي هذا الحبيب على السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور. صلى الله عليه. وهكذا الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا سمات الممدود. صلى الله عليه. عبرت بلوكة سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين ما قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. رتب الله على غدره وجود هذا المولود فانفلق سبل الكمال من النور عن عمود وبرز الحميد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد مولانا محمد. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولآل الكون أنس يا رسول الله وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nuril mubin habibi rabbil alamin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin. Radiyallahu ankum wa qala radiyallahu an wa'lam anna ta'atil qalbi kathirah faminha al-iman wal yaqin wal ma'rifah wat taubah wal mahabbah waz zuhud wal ridha wash syukur was sabr wal muraqabah wal ihsan wa ghairiha wa lam nashraha wa nufassilha li'adamil ahliyati wal iflasi an tahaqquqi biha bil kulliyah wa iktafa'a bima syarahahu fiha ahlud dhawq wal kamal al mutakallimin fiha bilisanil hal wal magal wa amma nahan al muttasifina bi gabaihil khalal fayafina fakhran in sahha minna mahabbata ulaika rijal ila akhir ma qala radhiyallahu anhu wa ardah. Berkata Al Habib Abdullah bin Husain bin Tahir radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darain. Wa'lam, ketahuilah, anna ta'atal qalbi kathiratun, sesungguhnya perbuatan taat daripada hati kathiratun, sangatlah banyak, tak terhitung. Faminha, dan termasuk diantara taat daripada hati, al-imanu, yaitu iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka iman kita adalah merupakan perbuatan hati kita, merupakan ketaatan daripada hati kita. Oleh karenanya iman, jangan sampai iman kita ini jangan sampai berkurang. Kita berusaha untuk menambah daripada iman, sekalipun iman bisa berkurang dengan kemaksiatan yang telah kita lakukan. Akan tetapi janganlah kita merasa aman daripada hilangnya iman, karena tidaklah seseorang merasa aman daripada kehilangan iman kecuali iman tadi itu akan hilang daripada kita. Jika kita merasa berat dengan iman, menjaga daripada iman, maka insya Allah iman kita akan terjaga, tentunya dengan melakukan perintah Allah dan menjauhi daripada larangan-larangan Allah. Kemudian termasuk ketaatan daripada hati adalah wal yaqin, keyakinan kita. Iman dan yakin tidak bisa dipisah. Kalau kita iman, percaya atas adanya api neraka dan kenikmatan surga, tentunya keyakinan kita tidak bisa hilang. Aneh ketika ada orang merasa mengaku iman tapi tidak yakin, atau sebaliknya, dia meyakini atas adanya neraka dan surga, surga dan neraka dan kenikmatan dan siksanya, akan tetapi dia tidak iman.
Maka al-imanu wal yaqinu selalu bebarengan, tidak bisa dipisah. Seberapa kekuatan iman, maka di situ akan kuat keyakinan. Contoh, beda orang kesampian cerita, entar ke timur beda macam. Saat cerita orang saya kena yang percaya. Arapah mun ke timur beda macam. Ke timur beda macam. Sampian tak ngetelak dek macam nah, sampian tak ngeding dek suara nah, king sampian percaya. Mata ke timur takok. Arah mak takok sebab caan beda macam buas. Si bakal mati daripada manusia. Maka orang saya yakin gelok kuat karena percaya do orang saya ngebala saat beri berita, maka sampean tak bakal bengal ke timur. Aneh kan iman percaya ben yakin. Racun tak ketela. Tapi sampean yakin hari mun yenom ngapok sampean. Ya, ngapok colon. Cek sesendok, secap-cap tak mungkin sampean gelem ngenom aing saya campur ke daripada racun sekalipun setetes, karena kita meyakini bahwa racun pasti akan mematikan. Apakah kulit sampean pernah nyecel racun? Ten. Mak bisa karena yakin. Setrum kan tak ketela. Bengal lagu setrum saja. Tak bengal. Moneku obun lagi sung nyurungsung. Sampian takut ada setrum karena berkekuatan besar atau tenaga tinggi, aliran-aliran saya membahayakan. Alan. Apa karena sampian karena pernah nyeting setrum? Enten. Menghindar daripada setrum dan bahaya-bahaya setrum karena kok sampean percaya ben iman yakin 100% bahwa setrum ini membahayakan. Percaya cek bahaya, percaya. King tak yakin, jajal sih. Tes. Mun sekira sampean mati tarmihim jajal. Setrum. Supaya dekajukan iman deka Gusti Allah, apakah harus ngetela? Ya enten. Iman deka swarga, apakah harus ngetela? Iman ke neraka deka gaib saya tak ngetela, apakah harus ngeding ben ngetela? Ya enten. Mangkana al-imanu wal yakinu ta'atul galab. Termasuk perbuatan daripada hati, ketaatan daripada hati. Semakin kuat imanah, semakin kuat keyakinanah, maka semakin hebat taat deka Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wal ma'rifah, dan juga setelah itu, setelah al-iman yakin ma'rifah. Bagaimana kita caranya untuk kenal kepada Allah? Kenali diri kita. Man 'arafa nafsahu 'arafa rabbahu. Barang siapa yang kenal kepada dirinya, maka orang tadi itu akan kenal kepada Tuhannya. Bagaimana kita akan kenal kepada Tuhan kita sementara kita saja tidak kenal kepada diri kita? Kita tongko. Ya, sabar ya. Dah banti tidak kenal. Mon sampean terus hatenya sapa engkok kakek jadi awwaluhu nutfah wa akhiru jifah. Ban kejadian dari mana? Mon mate titi betang. Mon sampean terus tahu kenal ka banti. Maka kenal ya abang sampean manusia ni apa dari manusia ya? Tandi kekuatan, tandi daya, tandi upaya, kecuali kekuatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka deki kenal tak seberapa usaha kuleban panjenengan mun dipendingaki bareng kekuasaan Gusti Allah. Nah, semakin teki makrifat tah. Bene orang makrifat tak bejeng, makrifat tak bejeng. Makrifat tak apa? Sebenarnya makrifat merepat berarti. Ada orang yang lebih makrifat ingat Gusti Kanjeng. Solat 5 waktu ya ikhwani, solat berjamaah. Tidak ada satu perawi hadis satupun yang merawikan hadis, yang meriwayatkan hadis Nabi pernah meninggalkan solat berjamaah. Tidak ada. Mulai diwajibkan solat 5 waktu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu melakukannya dan melaksanakannya dengan berjamaah. Semakin kenal mestinya semakin takut. Semakin kenal tak takut, ajib. Semakin kenal semakin takut mestinya. Orang semakin kenal dekat Allah semakin takut. Orang semakin kenal dekat Rasulullah semakin cinta. Maka tak kenal maka tak sayang maka tak cinta.
Maka cara untuk ngenalin dekat Allah Subhanahu wa taala, kenal dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka satu-satunya jalan kita harus kenal kepada diri kita. Tanpa Rasulullah maka kita tidak akan kenal kepada Tuhan kita. Tada Kanjeng Nabi ada Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan ke Kanjeng Nabi. Ada Kanjeng Nabi ada solat, karena solat diperintahkan ke Gusti Kanjeng Nabi Isra wal Mi'raj. Ada Kanjeng Nabi ada apa-apa, la dunyah wala akhirat, la swarga wala neraka. Setuju ni kebarokan wujud Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Makrifat nikah ya cak ngaku makrifat tibi dekik lah. Tadi al-arif billah, sokor kenal ke abang, kenal ke Gusti Allah, tak usah ngaku makrifat diri dia merepat. Ya, tahu saya belajar. Dia ada orang makin nikah aliran makrifat tapi tak sholat. Dari kamu cak kena ke pangeran kenal tak kenal. Maka cek norok ngak nikah bona. Ya, tro makrifat ke Gusti Allah, lakonin perintahna, jauhin larangna, maka dengan sendirinya kita akan kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Romo ya Hamid Pasuruan al-arif billah pantas. Al-Habib Ja'far bin Syekhan As-Segaf penari hatam Al-Quran al-arif billah pantas. Al-Habib Alawi bin Segaf As-Segaf, Al-Habib Ali bin Husain bin Muhammad bin Husain Al-Habashi sahibil maulid pantas al-arif billah. Zaman kenal apa? Cek kabab kita kenal, dididik tak tongkok ki. Kebala kirim salam dari kok dia. Nah, kemudian setelah iman, yakin, makrifat, wat taubah, selalu atobat ke Gusti Allah, al-inabah, selalu kembali ke jalan-jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah termasuk taatul galab, taat-taatina orang cibeneka manakala manusia tadi itu mau bertaubat kepada Allah Subhanahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi wal lailati akthar min 70 marrah wa fi riwayatin 100 marrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dan bersumpah, demi Allah aku meminta maaf dan bertobat beristighfar kepada Allah fil yaum wal lailah, sehari semalam, akthar min 70 marrah, lebih banyak daripada 70 kali bertaubat dan meminta maaf, memohon maaf. Bahkan dalam riwayat 100 kali Rasulullah bertaubat. Swarga wajib kanggo Kanjeng Nabi, neraka haram kanggo Kanjeng Nabi. Ridha Allah Ta'ala pasti memberikan ridha ke Gusti Kanjeng Nabi. Tak mungkin Allah Ta'ala menaruh benci, murka kepada Nabi, tapi Nabi kita tetap nyoon, nas'aluka ridhaka wal jannah. Padahal swarga diciptaki kanggo Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Kanjeng Nabi ki minta swarga. Ya akhir akhlak, ya akhir adab, akhlak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal mahabbah, kemudian cinta. Cinta ini adalah hati. Tidak bisa kita ungkapkan dengan apapun. Cinta ini adalah perbuatan hati, ketaatan hati daripada manusia. Dan cinta tidak harus bertemu, cinta tidak harus berdekatan ya ikhwani. Dan kadang orang sesama, orang yang dekat, terkadang mereka tidak mempunyai rasa mahabbah. Andai kata orang cinta harus dekat, bagaimana kita akan mencintai Rasulullah SAW? Andai kata orang cinta harus berdampingan, bersandingan selama-lamanya, bagaimana kita akan mencintai Rasulullah SAW? Maka mahabbah Kak Dinto adalah mahabbatul galab, ateh secinta, tak harus semak, tak kudu semak. Dan kadang orang sesemak tak cinta. Al-hub la yahtaj ilal gurub, wal gurub yahtaj ilal hub. Orang cinta tidak harus dekat, terkadang orang yang dekat tidak cinta. Dan kadang orang sejauh dari ulama entar ke ulama, sesemak ulama tak entar. Dan kadang orang sejauh dari ulama terus asanding ben ulama, ngaji ke ulama. Dan kadang sesemak tak menghiraukan. Deki mula tak ada ulama ngak nikah, deki sampean bakal geresah. Cinta mahabbah nikah dalam ate kun panjenengan. Nikah adalah taatul galab. Maka diasah dengan maulid, diasah dengan pembacaan qasidah,
diasah dengan pembacaan sholawat, aneka untuk mengasah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, sehingga puncaknya kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulullah. Melalui Rasulullah insyaallah ongke seterusah teti kula ban panjenengan bila pun merasa mahabbah ni pun mulai bedah, maka cek sampai tada, cek sampai hilang mahabbah ni. Minimal cek sampai kurang. Mun tak bisa tambah, minimal cek sampai kurang. Minimal cek sampai kurang. Minimal cek sampai kurang mahabbah. Mun bedah romat mahabbah ni. Cintanya terus romat, cek sampai tada, cek sampai berkurang mahabbah. Karena kula panjenengan maksiat dekat Allah Subhanahu wa taala, korang mahabbah karena kul panjenengan tak kenal dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matur muga saya sekonek nikah jadi ilmu si manfaat barakah, nambahin ma'rifat dekat Allah Subhanahu wa taala, nambahin mahabbah dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nambahin keimanan dan keyakinan, sehingga dengan iman dan yakin kita akan menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Nyon sebelum doa nyon barokah Fatihah kang kuy Hubabah Fatmah menawi saken amanah karena beliau sedang sakit. Untuk Hababah Fatimah binti Muhammad Al-Haddar, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan panjang umur, sehat wal afiyah. Syarifah Farida binti Ali Al-Kaf, semoga Allah Subhanahu wa taala angkat segala penyakitnya, diberikan kesehatan zahiran wa batinan. Wa ala kuntum sallallahu hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirri Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. ولما ندم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية وجوده توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب أملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في توجهات الخالصة والسلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ضافرة وعلى باب عزته تهت الرحال فتشاها منه الفيوضات الآمرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمحسس بالشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومدهار قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم
أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في هدرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طريق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المعدين، ولأهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أدمان في رحمتك الخاصة فلا تهرمنا، ودنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمعمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووله وداهره، وأما ببركاته وشريف وجاده أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورا، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورا معنى وسورا، واكشف اللهم كربة المكروبين، واقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاد الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين، واختم لنا منك بخير أجمعين، واختم لنا منك بخير أجمعين، وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. نختم هذا الدعاء المولد سمت الدرار في مجلس دار المحبين في هذا المصلى، وإلى حضرة النبي بسر الفاتحة.